ما لعبناش بنكلة. الأهلي يستحق الفوز بأكتر من كده، والزمالك ضيع فرصة تاريخية. ما لعبناش بنكلة. فجأة بعد البنالتي الغريب ويتعاد ويتعمل ولا آخره، الزمالك كالعادة مفيش ثقة يا جدعان، مفيش إحساس إنه أيوة تكسب، أيوة أنت عايز، ورا ورا. والأهلي بصراحة ثقة بتاعة روح الفانيلا الحمراء غير طبيعية. الشياطين الحمر أهم هو عنده ثقة إنه هيكسب. اكسب واحد وانت ضيع 3-4 تجوان، اعمل اللي انت عايزه، انا هكسب يعني هكسب، انا بكسب بالتخصص، انا بكسب بالتاريخ، انا بكسب عشان النادي الاهلي. انما انت نادي الزمالك انت جاي عندك احساس انه حتى لو الراجل عدلك البينالتي مرتين وقال لك يلا اكسب ولغى لهم البينالتي بتاعهم وعمل لك كل حاجه، يعني الحظ اليوم عمل. يعني انا كل مره اقول لك ايه، الزمالك الحظ، لا 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 لا، الحظ النهارده كان مع الزمالك، والحظ النهارده عمل للزمالك كل حاجه والزمالك رفضه، قال له يا حظ امشي من هنا. ما تفهمش فيه ايه، ما تفهمش. فجأة كل دورك في الحياة ان انت تطفش الكوره كده وتلعبها بعيد. هو ده الاهلي التعبان؟ هو ده الاهلي اللي مهدد بالهبوط؟ هو ده الاهلي اللي لعيبته تعبانه؟ هو ده الاهلي؟ النتيجه يعني الفرقتين الماتش كان مش قد كده، لكن في اي لحظه كان الاهلي هيجيب 3 وكان هيجيب 4. احنا ليه كده يا جماعه؟ ايه الفكره؟ انا عايز اعرف ايه فكره الهزيمه اللي موجوده في دماغنا. ايه فكره ان انت تبقى كسبان اهو، انا بقول لك اكسب، انا بقول لك اتقدم، انا بقول لك سيطر. يا جماعه الشوط الاول خالص الاهلي حاجه و60% استحواذ والزمالك حاجه و30%، والزمالك هو اللي كسبان. انت مش مصدق، انت ما بتصدقش نفسك. انت عندك لعيبه عظيمه، لعيبه موهوبه.